فاحلق ميري وانت في سنه اولى ومحدش عارفك احسن ما الدنيا بعد كده مش تبقى لطيفه خالص. بعد كده يا جماعي يا حبيب قلبي وحشني جدا. بص بقى يا باشا ركز معايا كده في موضوع كده ممكن يسقط منك في وسط حياتك الجامعيه بيبهدل لك الدنيا. في حاجه اسمها للولاد تربيه عسكريه. بمعنى ايه؟ 15 يوم في خدمه الوطن او في خدمه الجامعه. ده بيحصل فيهم ايه بقى يا باشا؟ بتحلق ميري زي الباشا كده وبتروح تقضي حوالي 10 15 يوم تدريبات تنطيط رايح جاي روح تعالى شيل اعمل خدمه زي الجيش كده. فالموضوع ده ينفع تاخده من سنه اولى لسنه رابعه، ولو ما خدتوش في سنه اولى الموضوع بيتكون معاك هتدفع بعد كده يا غرامه يا اما ممكن تنساه اصلا وتيجي قبل التخرج بترم ما يرضوش يطلعوا لك شهاده التخرج بسبب قصه زي كده. فخد بالك يا حبيب قلبي عشان الموضوع وحش. شهاده التخرج لازم تكون مأدي فيها زي ما نقول كده الخدمه العسكريه بالنسبه للجامعه يعني. فالحق خدها بدري بدري وانت في سنه اولى وما تخليش الموضوع يوصل بيك لغايه اخر ترم في سنه رابعه زي ما حصل معايا كده والدنيا كانت بايظه جدا على فكره. فاحلق ميري وانت في